بسم الله الرحمن الرحيم. والله نظرًا لبعض الزميلات طلبوا منّي إن أنا أتكلّم عن قضية عندي في المكتب، لإن القضية دي حرفيًا قضية ولاد اللي في جعفر العمدة، المسلسل اللي إحنا كُلّنا بنتفرّج عليه في رمضان. القضية دي آآ قضية فعلًا موجودة ومتداولة ومش عندي بس، أكيد عند الزُملا كُلّها ودارجة النهارده يعني عفوًا ويا رب يعفي عننا مش عايزة أقول في كل بيت. عندي زوجة زعلت مع زوجها، عادي جدًا، كُلّنا بنزعل في بيوتنا، سابت البيت وراحت عند أهلها، يروح يرجّعها مش عايزة ترجع، الناس تتدخّل مش عايزة ترجع، كام شهر كده لحد الراجل شغّال موظف في جهة حكومية، اتفاجئ إنه الناس بعتوا له عليك حكم بالحبس، حبس إيه؟ رفع عليه نفقة ومتجمد وهو ما يعرفش، ده واحد، يا ريتها رسيت على كده، إحنا لسه هنكمّل. عمل لها إنذار بالطاعة، الإنذار اعترضت عليه وبعدين عاملة طلاق للشقاق وما كمّلتش، فقال خلاص الناس اتدخّلت بالصلح وقالوا إحنا هنحِل مع بعض وإحنا في محاولة إن إحنا نرجّع البيت وخلاص سيبكم من المحاكم. ماشي، وفضل الحكم المتجمد ده بسم الله الرحمن الرحيم كده لسه موجود. لحد ما الراجل اتفاجئ إن هي رفعت عليه قضية خُلع. مش بس كده، دي اتجوّزت وهي كل ده زعلانة في بيت أبوها وكل ما يروح يرجّعها مش عايزة ترجع. أي حد من أهلها يكلمه اصبر بس علينا شوية، اصبر علينا شوية، لأن هو في مكان غير المكان، يعني مش معقولة الراجل بقى هيسيب شغله ويروح يفضل قاعد في بيتها عند أهلها. اتفاجئ إن هي رفعت فعلًا قضية خُلع ما عرفش إن هي يعني اتجوزت كمان الراجل التاني، قالوا له على فكرة فرح مراتك كان من 3 أيام. حرفيًا الراجل طبعًا ساير بقى وإزاي وراح البيت عند أهلها فعلًا عمل مشاكل مش هاقول لأ. و وده طبيعي، يعني النهارده أنا مش عارفة حقيقي مدى الشرعية في الموضوع ده، مش باتكلم كقانون، ولكن مدى الشرعية في الموضوع ده فأنا لا أُسأل عنه لإني لست من أهل الدين، ولكن استأنفت دعوى الخُلع والدعوى لا تزال متداولة، لإن طبعًا الخُلع من الأحكام اللي هي تُستأنف بصفة استثنائية. ده عشان خاطر الحكم انتهى من محكمة أول درجة والخلع في العادي لا يجوز استئنافه، مع إني ما أعرفش ليه. إذا كان الطلاق بيتم استئنافه، ليه الخلع ما يتمش استئنافه؟ يعني أنا شايفة إن أنا قدام عوار قانوني، ليه الخلع ما يتمش استئنافه زيه زي الطلاق بالضبط؟ خاصةً إن الخلع لأ لازم عشان تخلع نفسها لازم ترد المقدم الصداق الحقيقي اللي هو أساسًا بيكون القايمة النهارده واللي إحنا بننكره وبنكتب 1 جنيه في القسيمة. وعشان الخُلع يتم بتعمل إعلانات إدارية وبتمشي في سكة تانية خالص يعني، ممكن تعلنه على مكان غير اللي هو موجود فيه، بيكون خارج البلاد وعمّال يبعت في نفقات ويبعت في مصاريف لولاده ويصرف عليها وهي تكون خلعته وجوّزته راجل تاني. فأنا مش عارفة رأي الزملا إيه في الموضوع ده أو من الناحية الشرعية أنا قُلت فيها يُسأل أهل الدين، ولكن أنا أعتقد وأنا عملت كده فعلًا في القضية اللي عندي، عملت لها جمع بين زوجين، والقضية لا تزال متداولة، لإن أنا عندي ده كمان عرف بالمناسبة عايزة أقول لكم عرف لمّا مراته قالوا له مراتك بقى لها 3 أيام متجوزة أو اتجوزت من 3 أيام حرفيًا كده، اتفاجئنا من البجاحة بتاعة أهلها إن مامتها كمان راحت رافعة دعوى نقل حضانة، بس القدر هنا بقى أعماهم. ليه؟ لإن هي علّنته المرّة دي على مكان، فاتفاجئ برضه إن في صحيفة جاية لها بنقل، فإحنا طبعًا حضرنا وطلبنا وقف الدعوى تعليقيًا عشان إحنا استأنفنا حكم الخُلع، ورفعنا جُنحة جمع بين زوجين طبقًا لما هو وارد بنصوص قانون العقوبات، والقضايا لا تزال متداولة. ولكن أنا ما أعرفش ليه القضاة بتوع محكمة الاستئناف مش دايمًا بيدّونا التصاريح، يعني إحنا مثلًا بنطلب استخراج نموذج 6 س مراسلات عشان نثبت إن الراجل ما اتعلنش وأثبت إن هو عنوانه غير العنوان وحاجات تانية كتير يعني. ولكن أنا مش عارفة هل ده اتجاه، أنا مش عارفة هل ده يعني إخلال بحق الدفاع أصلًا ده قدّام محكمة الاستئناف، فإحنا نروح على فين؟ يعني لمّا النهارده أنا استأنفت حكم الخُلع وأقف قدّام قاضي وأطلب تصريح والقاضي يحجز قضية عندي للحكم،
فانا مش عارفه بعد كده هروح على فين. الالتماس باعاده النظر ده ليه شروط وليه حاجات معينه، وهي وارده على سبيل الحصر، ولكن ده نتيجه العوار القانوني اللي احنا عايشين فيه، وانا مش عارفه امتى هيكتمل. ولكن انا بقول بجد لاي زوج، مراتك عملت كده ما تبكيش عليها حقيقي، لان طالما هي قبلت على نفسها وضع زي ده، دوس وعدي. خلاص مرحله من حياتي ورقه وقطعتها. لما توصل ان هي تخلعك او تخلع نفسها منك، عشان الرجاله بتزعل من المصطلح ده، وترد لك مقدم الصداق جنيه، وتروح تتجوز وانت ما تعرفش. بيجي في الفلوس، بس للاسف بيجي في كتير، والعرق والشقه برضو ما بيبقاش سهل، وكمان ولادك بيبقوا مع حد تاني، او في حاجه بقت تمس الاخلاقيات في المجتمع المصري. والله انا بجد مش عارفه اوصل لها، ومش عارفه اقول كلام يحسب عليا بعد كده. ولكن النهارده انا عندي فين اخلاقيات المجتمع المصري؟ يعني فين العرض والشرف والكرامه والنخوه والمروءه والسمعه والسيره والحاجات الحلوه بتاعت زمان دي؟ فين؟ لا ما ينفع. احنا كنا الاول لما نسمع عندنا واحده متطلقه في بيت كأن عندهم حاله وفاه، بل بالعكس حاله الوفاه بتكون اسهل. انا مش عارفه احنا ليه النهارده سهل قوي ان احنا نلجا للخلع ونلجا للطلاق ونلجا لخراب البيوت. هل كل الرجاله اللي موجوده مش كويسه؟ هل كل الرجاله اللي موجوده سلبيه؟ هل كل الرجاله اللي موجوده ما بتصرفش؟ ولا المشكله بقت فينا احنا النساء؟ طب ما احنا كمان بقينا نبص لعيشه غيرنا. طب ما احنا كمان بقينا نبص للطلبات اللي هي مش متحملين الظروف الاقتصاديه اللي بتمر بيها البلد. يعني انا عندي حد نموذج حي وقريب مني، مش بتبطل طلبات، وعرفنا ان هي بتشتغل، لا بس انا مش هدفع جنيه في البيت. طب ما وقت حضرتك من وقته وحقه. لا، مامتها تطلع تروق البيت وتودي الولاد المدارس مثلا وترجع، والهانم بتشتغل، والهانم مش فاضيه لا لجوزها ولا لبيتها. بصوا انا مش مثل اعلى مش قدوه، بس انا بشتغل. بس لو جيت في يوم من الايام حسيت ان الدنيا هتضيع مني او لاسباب شخصيه، لا انا هبدي بيتي وولادي. على الرغم ان انا عارفه متاكده ان ممكن ده ما يكونش لصالحي بعد كده. يعني ممكن الزوج فيما بعد لو مش كويس، بغض النظر عني انا شخصيا، لان الحمد لله عايشه مع راجل ربنا يبارك فيه، بس بيهد البيت او هيرجع. بس قبل ما هخطي الخطوه دي هحسبها كويس قوي 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 قوي. فاحنا مش بنقول لك اقعدي من الشغل، لان انا ضد قعده الست من الشغل. بس وانا ضدك انك تقعدي من الشغل، ده مش معناه ان انا اسيب بيتي، ومش معناه ان انا اعمل علاقات تانية عن طريق التواصل الاجتماعي، او يا جدعان احنا والله العظيم بجد احنا عدينا قوي 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 بجد. انا مش عارفه ازاي يعني. طب هي غلطت، اهلها فين من الغلط ده؟ انتوا شايفين الوضع اللي حاصل ده ومشاركين. انا مش بتكلم عن المسلسل على فكره، انا بتكلم عن قضيه في مكتبي وموجوده حقيقيه، ولو حد عايزها بصفه شخصيه هي موجوده عندي. لكن انا بتكلم عن الوضع ده. ازاي انا النهارده ابقى عارف ان بنتي خلعت جوزها من غير ما يعرف، واروح اجوزها واعمل لها فرح؟ يعني انا مش فاهمه ازاي. وازاي مامتها تشاركها اذا كانت البنت غلطت؟ اذا الموضوع هنا مش متوقف على الزوجات، لا مش متوقف على الزوجات، الموضوع متوقف على الاهل كمان. فالغلط هنا بقى مشترك. وانا في نظري والله العظيم بامانه، لو الست هتتحاسب ما تتحاسبش لوحدها، اهلها كمان يتحاسبوا معاها، والمأذون كمان يتحاسب معاها. بس هيتحاسبوا معاها ازاي؟ واذا كان القانون اللي سمح لها بده. فاذا كنا بجد بنهدف او طلباتنا تشريع يهدف الى صلاح المجتمع والاسره المصريه، فلازم نبقى مختارين قوي يعني قوانين تقول لنا حافظوا على بيوتكم، قوانين تقول لو الست دي اهملت في بيتها هتتحاسب، قوانين تقول لي لا الخلع ده للضروره. يا جماعه الخلع لما تم النص عليه كان برضو بعلم الزوج، مش هو ما يعرفش. فانا مش عارفه الناحيه الدينيه ومش هتكلم فيها كتير، ما بقربش اصلا من بابها. يسال فيها اهل الدين اذا كانوا على حق او اذا كانوا على باطل او اذا كانوا قبلوا او اذا كانوا رفضوا، ده موضوعهم هم قدام ربنا سبحانه وتعالى. ولكنهم في نظري مشاركين
للي وصل فيه المجتمع. انا في نظري اذا كان البيت النهارده بيخرب، واذا كانت الشباب بتتدمر والولاد بتطلع مش كويسه، وانتوا بتدوروا على على المخدرات وعلى النسب بتاعتها، ابقوا اسالوا الناس فيهم مين اللي خرب البيت ومين اللي يعني دمر البيوت دي، هتلاقي القانون. انا ما اعرفش ليه القانون بيعمل كده، ولكن اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يهدينا، وان احنا نقدر نوصل لحل في موضوع قانون الخلع ده وقانون محكمة الأسرة، اللي بجد أنا في نظري ده قانون عقيم. وأي نعم أنا بشتغل بيه، بس أنا مش هطلع بره القانون، يعني المفروض إن أنا في دولة قانون. وربنا يعفي عنا وعنكم، وإن شاء الله أشوفكم على خير في حاجة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله.